عايز اقول اول نصيحه بدون اي ترتيب للاهميه: ننجح في اي ظروف. هقولها بطريقه تانية. بتسأل كتير قوي على نظام الدراسه الجديد في الكليات 5-2 ده، تقولي صعب وبنعمل والوقت، فاقول لهم الجرد ده مش في النظام ده ناس يطلعوا اوائل؟ يقولوا خليك انت. يعني اللي مستني لما نظام الكلية أو نظام دراسته أو نظام نيابته أو نظام الدكتوراه يتظبط عليه، ده مش هينجح. دوري ده نصيحة مش للطب، ده كلنا كل واحد فينا ينجح بالوضع الموجود، أجيب أحسن حاجة في الوضع الموجود ضروري، وإلا فكلنا عشنا في صعوبات. كل أساتذتكم الكبار دول لو حكوا لكم تاريخهم. طب ما أنا في تسجيلات الجراحة مع الدراسة، أنا آسف والله، حكيت لكم إن أنا اتشتمت كتير، مش كده ولا إيه؟ فاكرين الشتيمة؟ وبقى متعمد أقول له كده. ما تحسبش إن حياتنا كانت كلها نجاحات وإنجازات وتشلنا على الأكتاف، أبداً. قابلنا مشاكل، لكن من المشاكل دي ما وقفتناش، جبنا آخر حاجة عندنا. الحاجة التانية نجيب آخرنا نوصل لأحسن حاجة. مهم قوي نعرف ان الكراسي الكبيرة لسه فاضية. لسه مقابل حد من تلامذتي اسنان فقال لي عندنا الكومبيتيشن رهيب جدا، تنافس مش عادي. فقلت له يا حبيبي، هو ساكن في حتة في القاهرة، فقلت له الكراسي الكبيرة لسه فاضية. ايه معنى كلامي؟ لو النهاردة هقول مرض بسيط جدا سهل جدا، السكر، كل الناس عارفاه كويس. اسأل كده حد، انا عندي قريبي عنده سكر، يروح لمين؟ لو سألت الموجودين احنا ما اظنش هنخرج عن 10 اسماء. وهل مصر القاهرة يكفيها 10 كراسي كبيرة للسكر؟ لا، دي عايزة 50 كرسي، دي عايزة 150 كرسي. انا ما اعرفش القاهرة بالظبط كام. يعني لسه في 140 كرسي فاضي تبقى رقم 1 بتعالج سكر، وقيس بقى في ده. فأرجوك وانت لسه في أول حياتك ما تقولش أروح فين يا صعلوك بين الملوك. لا، بكرة إن شاء الله تقعد هنا أنوي كده واجتهد كده واجيب آخري كده، أبذل أقصى جهد ونيتي دي وربنا هيديها لك. أقول سر، أنا كنت بدعي وأنا صغير والله في الكلية، يا رب ابقى اشطر جراح، اشطر مش جراح شاطر. ليه ما بقاش اشطر جراح؟ مش في واحد هيبقى اسمه اشطر جراح؟ ليه